أحد الأشياء الأسطورية، أسطورية جدًا وصراحةً يا أستاذ. هذا الشيء يا أستاذ شركة غارينا أنا شخصيًا ما أحب لأن شركة غارينا ترجع هذا الأمر، فبشكل رسمي تم تسريب أحد السكنات النادرة وتعتبر هي الأندر حاليًا بعد نزول الكريمنال، فتعتبر هذه السكنات هي الأندر بخصوص اللعبة. تم تسريب كيف ما تشوف أمامكم من ملفات الشركة يا أستاذ المخفية، تم تسريب سواء سكن الولد وأيضًا سكن البنت الخاصين بالفار باس الأول الخاص بساكورا كيف ما واضح أمامكم يا أستاذ. وهذا الفيديو أصلا من داخل ملفات الشركة، فبشكل رسمي راح نشوف الفار باس الأول والعودة الخاصة به إن شاء الله بخصوص الأيام المقبلة. ممكن هذا التحديث، ممكن التحديث القادم، بحكم أن أيضا الكريمنال تم تقريبا يعني تسريبه في أحد التحديثات الماضية وما كان نزوله في نفس التحديث، يعني تقريبا مرة تحديث واحد أو اثنان تحديثات يا أسر عن اللعبة وشركة غارنا عادت الكريمنال. فكيف ما تشوفوا أمامكم بشكل رسمي تم يعني تأكيد نزوله أو تم تأكيد عودته بخصوص الفترة القادمة يا أسر، واللي هو الفاير باس الأول اللي كنت ما تشوفوا أمامكم، وهذا ينطبق على الفاير باس الثاني والفاير باس الثالث والعديد من الفاير باسات النادرة. يعني تقريبا جميع السكنات الخاصين باللعبة النادرة راح يتم عودتهم بخصوص الفترة القادمة. فصراحة يا أسر شخصيا ما عجبني هذا الأمر، وأيضا ما راح يعجب العديد من الناس، بحكم أنه هذا فقط السكنات الحالية اللي يعني أصبحوا نادرين، والعديد من الناس يعني ما عندهم هذا السكنات. فشخصيا يا أسر هذا الأمر أعطيه 0/10 يا أسر. وأيضا العديد من الناس اللي يملكون سكنات ما راح يعجبهم هذا الأمر. فتعليقاتكم وأيضا تقييمكم، سواء كنت تملك السكنات النادرة اللي هي الفاير باس الأول